السلام عليكم. رجعت لكم طبعا بمناسبة امتحان سنة أولى وتانية ثانوي. المشكلة عندي النهاردة تانية ثانوي ومربع أرسطو. مربع أرسطو اللي هو أسهل سؤال في الامتحان، بمنتهى البساطة مطلوب منك إنك تحفظ شكل المربع والعلاقات اللي عليه والقوانين بتاعت كل علاقة. بعد كده بتعرف نوع القضية اللي في السؤال، تيجي راسم على طول في ورقة بيضة مسودة معاك المربع، قوانينه، قضاياه، وتبدأ تحدد نوع القضية وتعمل عليها دايرة وتحط جنبها الحكم اللي مديهولك في الامتحان عشان تعرف القضايا اللي بتقابلها زي ما هنشوف دلوقتي. قدامنا اهو مربع أرسطو، الرسمة بتاعته واضحة. فوق الكبار كلية موجبة وكلية سالبة، تحتهم ولادهم. الكلية الموجبة تحتها بنتها الجزئية الموجبة، الكلية السالبة تحتها بنتها الجزئية السالبة. العلاقة اللي في النص علاقة إكس اسمها تناقض. العلاقة اللي فوق بين الكبار بين الكلية الموجبة والكلية السالبة اسمها تضاد. العلاقة اللي تحت خالص، بما ان اللي فوق تضاد، ثبت في دماغي ان بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة علاقة دخول تحت التضاد. في اليمين بين الكلية الموجبة وبنتها الجزئية الموجبة التداخل، في الشمال بين الكلية السالبة وبنتها الجزئية السالبة برضو تداخل. ونبدأ نتعامل مع المربع بمنتهى البساطة بعد ما حفظنا شكله والعلاقات اللي عليه. هبدأ بعلاقة التضاد. علاقة التضاد اتفقنا ان هي هتبقى مع الكبار فوق الكلية الموجبة مع الكلية السالبة. لو الكلية الموجبة كل العرب أحرار جابها لي في الامتحان صادقة، تبقى اللي قصادها الكلية السالبة كاذبة. طب لو جابها لي في الامتحان كل العرب أحرار كاذبة، تبقى اللي قصادها بمنتهى البساطة في التضاد الكلية السالبة مجهولة. وينطبق الحكم في نفس الحكاية والعكس. يعني لو جاب لي القضية الرئيسية كلية سالبة، كل العرب ليسوا أحرار. لو صادقة تبقى التانية كاذبة، لو كاذبة تبقى التانية مجهولة. بمنتهى البساطة التضاد حكمه أنهم القضيتان لا يصدقان معا وقد يكذبان. لا يصدقان معا، صدقت واحدة كذبت التانية، وقد تفيد الاحتمال كذبت واحدة التانية تبقى مجهولة. اما ننزل لعلاقه الدخول تحت التضاد تحت بين الصغيرين جزئيه موجبه وجزئيه سالبه، عكس التضاد. حفظت التضاد حفظت الدخول تحت التضاد. يعني الدخول تحت التضاد ببدا بالكذب. لو واحده فيهم كذبت التانيه تبقى صادقه، لكن لو واحده فيهم صدقت التانيه تبقى مجهوله. عكس اللي فوق ببدا بالصدق، لو واحده صدقت تبقى كذابه التانيه، لو واحده كذبت تبقى التانيه مجهوله. لكن في الدخول تحت التضاد ببدا بالكذب. لو واحده كذبت بعض العرب أحرار كذابة، تبقى الجزئية السالبة بعض العرب ليسوا أحرار صادقة. طب لو جابها لي صادقة بعض العرب أحرار صادقة، تبقى الجزئية السالبة في الدخول تحت التضاد مجهولة. تمام؟ ننتقل للعلاقة اللي هي أكثر تشابك شوية، علاقة التداخل. ودي أنا دايما بقولها بطريقة سهلة، إن الصدق هابط والكذب صاعد. يعني بمنتهى البساطة لما نبص في المربع ناحية ايدنا الشمال في التداخل، لو الكلية سواء الموجبة أو السالبة صادقة، تمام، تبقى الجزئية اللي تحتها تاخد حكمها صادقة. نروح لليمين، لو جاب لي في الامتحان جزئية كاذبة تبقى الكلية اللي فوقيها كاذبة. عشان كده قلنا الصدق هابط من الكليات للجزئيات بياخد نفس الحكم، والكذب صاعد من الجزئيات للكليات بياخد نفس الحكم الكذب. الحالتين التانيين تبقى القضية مجهولة. ايه الحالتين التانيين؟ في الشمال لو كانت الكلية كاذبة فالجزئية هتبقى مجهولة، زي ما باينة كده في اليمين. لو الكلية كاذبة هتبقى الجزئية مجهولة. طب لو كانت الجزئية صادقة زي اللي في الشمال هتبقى الكلية مجهولة. يبقى التداخل تاني بمنتهى البساطة، الصدق هابط ببدأ من فوق، كلية صادقة تبقى الجزئية صادقة، والكذب صاعد ببدأ من تحت. لو جابها لي في الامتحان جزئية كاذبة تبقى الكلية اللي فوقيها كاذبة.
والحالتين الأخرتين مجهولتين. كسبت الكلية كانت الجزئية مجهولة، صدقت الجزئية كانت الكلية مجهولة. العلاقة الأخيرة عندنا يا أولاد هي علاقة التناقض، ودي أسهل علاقة عندنا في الدنيا، يا رب يجيبها لكم في الامتحان. تناقض حرف الإكس زي ما انتم شايفين عكس بعض، صدقت واحدة كسبت التانية، كسبت واحدة صدقت التانية. صدقت الكلية الموجبة كل العرب أحرار، تجذب الجزئية السالبة بعض العرب ليسوا أحرار. طب لو جابها لي في الامتحان جزئية سالبة بعض العرب ليسوا أحرار، أطلع معاها في التناقض. لو كانت كاذبة تبقى الكلية الموجبة كل العرب أحرار صادقة، وهكذا. التناقض أسهل علاقة. جاب لي أي قضية على مربع أرسطو في علاقة التناقض، لو صدقت واحدة التانية بتكذب، لو كذبت واحدة التانية بتصدق. ده مربع أرسطو بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة، ولو تعاملت معاه هتعرف تحله بسهولة جدا. كل اللي عليك في سؤال مربع أرسطو العلاقات، تيجي راسم في ورقة بره المربع بالعلاقات اللي فيه، وانت حافظ القوانين، تعرف نوع القضية في السؤال تحطها مكانها على المربع وتيجي مطبق القانون. في عندنا ملاحظات مهمة جدا برضو لازم ناخد بالنا منها، وهي أسوار القضايا. لو جالي في الامتحان أداة النفي قبل الموضوع كانت القضية كلية سالبة، يعني في أول القضية لا واحد لا إنسان لا مصري لا مواطن، كلية سالبة وأنا مغمض. لكن لو جاب لك أداة النفي قبل الصور، لو جاب لك أداة النفي قبل الصور تحولت لجزئية سالبة. زي إيه؟ ليس كل، ليس بعض، ليس شتى، ليس كثير من، ليس غالبية. يعني جاب لي أداة النفي وبعدها لفظ دال على كم القضية، ليس كل، ليس بعض، تبقى جزئية سالبة. زي ليس كل ما يلمع ذهب. أما لو جاب اللا في منتصف الكلام بعدها اسم تبقى موجبة. زي كل المواصلات مالها لا سلكية، كلمة سلكية ده اسم، فاللا هنا جزء من الاسم فهي غير مؤثرة، فالقضية كلية موجبة. طب لو جابها لي في منتصف الكلام بعض الطير ماله لا يؤكل لحمه، أداة نفي في نص الكلام بعدها فعل، بقت سالبة وأنا مغمض. في عندنا حاجة اسمها القضية الشخصية اللي بتبدأ باسم إنسان، دي دائما كلية. ركز، قال لك سقراط إنسان، أحمد زويل عالم، محمود دكتور. أي قضية تبدأ باسم علم حكمها كلية. قال لك بقى سقراط إنسان تبقى كلية موجبة، سقراط ليس إنسان بالبديهية كده تبقى كلية سالبة. آخر حاجة عندنا لما يجيب لي قضية مهملة ملهاش صور، القضية المهملة اللي ملهاش صور تعامل دائما كقضية كلية أو جزئية، فبنضعها في هيئة سؤال. إزاي؟ لو القضية بصيت عليها لقيتني حكمها في شكل السؤال ينطبق على كل الموضوع تبقى كلية، بعض الموضوع تبقى جزئية. زي إيه؟ يقول لك المثلث شكل هندسي له 3 أضلاع، ده بينطبق على كل المثلثات اللي خلقها ربنا، يبقى هنا قضية كلية. تمام؟ الإنسان كائن حي، قضية كلية، لأن أي إنسان في الدنيا كائن حي. لكن لو جه قال لي الإنسان يحب السفر، الإنسان يحب السفر، على طول ببص القضية بلاقيها مش كل الناس بتحب السفر، تبقى القضية جزئية وليست كلية. الإنسان فاني، كلية، كل البشر فانيين. الإنسان يحب لعب كرة القدم، جزئية، لأن بعض الناس بس اللي بتحب لعب كرة القدم. أتمنى تكون فهمتوا، وأي حد محتاج سؤال برضه يبعتهولي، لكن أنا عايز أضمن مربع أرسطو، عايز أضمن سؤال مربع أرسطو لأنه سهل جدا، بس نحله بالطريقة اللي قلت لكم عليهم بالتركيز. وأتمنى لكم التوفيق في انتظار أي سؤال منكم بإذن الله. شكرا، أشوفكم على خير.